السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير. أنا كنت نزلت فيديو قبل كده تجربتي مع الموتوسيكل الفيجوري بعد 20,000 كيلو. المرة دي هجيب لكم تجربتي مع الموتوسيكل دوت بعد ما عديت 32,000 كيلو. الموتوسيكل ده يا رجالة بجد والله، يعني مش بمدح فيه ولا باخد فلوس مثلا عشان بقول ان ده كويس وكده. لا بجد، انا جربت الموتوسيكل دوت، كنت من اكتر الناس اللي خايف ان الموتوسيكل دوت يكون ضعيف او مش كويس، مش هيستحمل معايا كل المخاوف اللي الناس بتقول عليها، وخاصة قطع الغيار وكده. لا بجد، يعني انا اول حاجة اوريها لكم عشان تشوفوا بس العداد. 32,272 كيلو، يعني معدل 32,000 كيلو. وزي ما انتوا شفتوا العداد كده، انا يعني مش هقول لكم انا حرقت المسافة ديت. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، انا جايب المكنة بدأت اشتغل بيها فعلي من شهر 2، واحنا في شهر 10 اهو، يعني 8 شهور. يعني المسافة دي كلها انا حرقها في 8 شهور. فانا على الاقل خالص اليوم اللي ما بشتغلش فيه مثلا بحرق لي مثلا 100 كيلو، في ايام بيبقى اكتر. فالموتوسيكل ده الله اكبر عليه، يعني بسم الله ما شاء الله. آه، بجد يعني. بس هو اهم حاجة زي ما قلت، عايز تجيب المكنة دي صح وتستمتع بيها، لازم تبقى متقفلة تمام. سيبك من تقفيل المعارض، لان اغلبية المشاكل اللي ظهرت في المكنة ديت بسبب عيوب التقفيل. ورد ناقصة ومسامير ناقصة، حاجة مش متقفلة تمام، الحاجة مش متربطة كويس. آه، فيعني تلافوا العيوب ديت في التقفيل. خلاص خلصنا من قصة التقفيل. حاول بقدر الإمكان آه، يعني السواقة بتبقى محترمة. يعني أنا دايما بقول كده 3 حاجات تحافظ عليهم تلاقي المكنة ديت تمام معاك: سواقة محترمة، زيت محترم، صيانة دورية. تحافظ على ال3 دول تاخد أفضل أداء من الموتوسيكل بتاعك، سواء آه، بتستخدمها استخدام شخصي أو شغال دليفري أو شغال أوبر. هتحافظ على المكنة وهتاخد منها أفضل أداء. السواقة المحترمة عشان تحافظ على الموتور. يعني انت لما سواقتك تبقى هادية من غير قرص، الموتور هيعيش معاك أطول فترة ممكنة، من غير ما تحله ولا تغير، ولا تخش في عمرة ولا المشاكل والقرف ده كله. وتحافظ في نفس الوقت بسواقتك ديت الهادية ديت على الزيت، لأن القرص والتزويد على الفاضي دوت بيحرق في الزيت وبيخلي الزيت يهلك بسرعة، فحرام. انت اولى بكل جنيه دلوقتي، بدل ما تخش لك في عمرة وتغير الموتور وتحل راس ومش عارف ايه وكده، ولا حرام. انت اولى بالموضوع دوت، فمفيهاش حاجة ان انت تمشي هادي يعني، بدل قرص على الموتور ويخليه مولع تحت رجلك. لا، خليك ماشي هادي وكده، وربنا يستر عليك وعليك. دي السواقة المحترمة والصيانة الدورية. نوع الزيت بقى، يعني أنا هبقى أعمل فيديو إن شاء الله بإذن الله عن أنواع الزيوت، لأن موضوع الزيوت دوت أكبر موضوع فيه جدل بالنسبة للموتوسيكلات. كل واحد برأيه وكل واحد بخلفية. والمشكلة إن في ناس مشكلة للأسف بتفتي وبتقول من غير علم حتى. يعني أنا مثلا لما بحب أقول معلومة، قبل ما اقولها بخش واشوف ابحاث واشوف اراء مهندسين، وبشوف الكتالوجات، وبشوف
حاجات حتى لو خاصة بالعربيات، لان فكرة الميكانيكا اصلا مشتركة بين العربية والموتوسيكل. ما تقوليش اصل ده موتوسيكل حاجة والعربية حاجة، الفكرة المبدأ واحد. الشغل المبدأ في الموتور، البستم والسلندر والحاجات ديت واحد، اختلافات بس في الأجزاء. إن العربية كل حاجة مختصة بذاتها، يعني الفتيس لوحده، الموتور لوحده، الكورونا لوحدها. فاحنا مشكلتنا إن احنا التلاتة دول موجودين مع بعض في قلب الموتور. يعني الفتيس، مجموعة الفتيس ومجموعة الغيارات، اللي هي مجموعة الغيارات والبستم والسلندر اللي هو الموتور، الحرق وغرفة الحريق مع الغيارات مع الدورة كلها متجمعين في مكان واحد. فالزيت كده يعتبر بيهلك قبل ميعاده. يعني انت لو العربية مثلا الزيت بيهلك فيها مثلا على الميعاد بتاعه مثلا 5000 كيلو، ففي الموتور دوت هو كبيره مثلا 1000 وي، على حسب لو زيت معدني. لو زيت تخليقي نص التخليقي بيبقى على حسب 1500 ل3000 على حسب نوع الزيت. فإن شاء الله هعمل لكم فيديو برضو عن الزيوت إن شاء الله بإذن الله. هو هيبقى ممكن فيديو طويل شوية، بس هحاول أقسمه عشان مدة العرض بتاعكم تقدروا تشوفوه بحرية إن شاء الله بإذن الله. بس انا بقول لكم المكنه ديت، نرجع لموضوعنا. المكنه ديت بعد 32 الف كيلو بجد في شويه بس ملحوظات عشان الناس تعرف. ال- اول حاجه اكتشفته ان في عيب تصنيع بس الوحيد، في عيب تصنيع وحيد فيها، اللي هو بلي الرقم. ان هو كان محتاج، في ناس قالوا لي احنا حطينا ورده ظبطت معانا الدنيا، وفي ناس غيرته ببلي بتاع بوكسر برضو ظبط الدنيا معاه. فهو ده عيب التصنيع الوحيد اللي في المكنة. المكنة ديت برضو من عيوبها ان انت لو شغال بالمكنة الايدين بتوعها دول ناشفين. يعني انا بعاني منها لو طول النهار، طبعا عشان ايدي بتبقى مثلا بال6 ساعات و7 ساعات مثلا ماسك ايدي في الجادون، فدي ناشفة. فلو ينفع يعني انا بحاول ان شاء الله اغير اليدات ديت بيدات طرية عشان ايدي ما تتعبش. العيب اللي لقيته برضو الشلتة دي ناشفة مع القعدة طبعا، عشان بفضل برضو قاعد ممكن 6 ساعات ل8 ساعات على الشلتة. فالشلتة دي ناشفة، فبضطر عندي شلتة كده مربعة بحطها عليها وبقعد عليها. بصراحة مش شايف بقى عيوب يعني جوهرية تأثر على الأداء بتاع المكنة كده. يعني أقول لكم المكنة ديت حتى بشهادة 2 من أكبر، يعتبر من أصدقائي الشخصيين، ويعتبر أساتذة في مجالهم، مع محمد السيد صاحب قناة عيادة الموتوسيكلات، وأخويا عمرو أبو دقة. الاتنين بصراحة قالوا لي الموديل ده الوحيد اللي بسم الله ما شاء الله كمكنة ما فيهوش أي عيوب. يعني ما فيهوش عيوب جوهرية اللي هي تخليك تقول إن المكنة دي وحشة. قطع الغيار بتاعتها متوفرة يا جدعان، متوفرة متوفرة متوفرة. حتى لو هي انت مش لازم تخش تقول انا عايز حاجة كذا للفيجوري، هيقولك مفيش. يعني هي ليها بدايل وليها حاجات وليها هسيب لكم في صندوق الوصف تحت البدايل او الحاجات اللي تركب للفيجوري 26. يعني اي حاجة موجودة للموتور هي بتاعت الموتور بتاعت الدايون 6. اي حاجة تخص الموتور بتاع دايون 6، عشان محدش يضحك عليكم. الحاجات التانية بقى في الهيكل وكده هسيب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله الحاجات البدايل ديت. وان شاء الله باذن الله مرمية موجودة في السوق وهتلاقوها.
من الجلدة بتاعت البتاع الجنزير لغاية البوجيه لغاية كل حاجة موجودة في السوق. محدش يقول أصل قطع غيارها مش موجودة، لأ، قطع غيارها موجودة. حتى لو مش لازم الاسم بتاعت فيجوري، لأ، هي موجودة بتاعت حاجات تانية. يعني هوجن 3 في حاجات تركب، البوكسر في حاجات تركب. هتقولي طب ما أنا مرضتش أجيب البوكسر عشان غالي أروح أجيب قطع غيارها. لأ، أنت البوكسر ليها قطع غيار صيني، مش لازم تجيب أصلي من الشركة، ممكن تجيب اللي هو الصيني بتاعها. يعني انا ياتيلي الفرامل من ورا، انا مش جايبه بوكسر اصلا، هو بتاع البوكسر بس انا مش جايبه من الشركه لان بتاع الشركه غالي، فجبته بتاع الصيني بتاع البوكسر بتاع يعني كل البوكسر اللي نزل له قطع غيار صيني، فانا رحت جايب قطعه الغيار دي. فرق كبير يعني، الكتيل اللي ورا بيبدأ من 50 جنيه، انت لو رحت جبته من البوكسر بتاع الشركة هتلاقيه معدي. طب وليه؟ مش لازم تقفلها على نفسك وتزنقها على نفسك، الدنيا سهلة وبسيطة، ما تخنقوش بعضكم. واي واحد مثلا مر بتجربة وحشة ما ينقلش الاحباط بتاعه ده لغيره. لا اصل المكنة زي الزفت، لا اصل المكنة مش عارف ايه، لا هي عيوب تقفيل و... وما تزعلش مني، يعني بيبقى جهل شوية من بعض الناس، مش عارفين يعملوا ايه او الدنيا فيها ايه. ف يا ريت لو كل واحد في ايده معلومة ممكن يسيبها في التعليقات، بحيث ان اللي يتفرج يشوف ويقرا التعليقات ويستفيد ونفيد بعضينا. يا ريت الاستفادة تبقى عامة يعني. انا عامل القناة اصلا اسمها تجربتي عشان احكي لكم تجربتي مع كل حاجة عشان اقدر افيدكم، فما نستخسرش الافادة في بعض. مش لازم ننقل الاحباط بس، لا، ننقل الافادة. خيركم خيركم لأهله وأنفعكم للناس. فيعني عشان خاطري سهلوا الدنيا على نفسكم. وبجد بجد يعني بنصح أي حد إن هو يجيب المكنة ديت. حتى الموتور نعوميته، أنا ما بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أنا بحب أوي المواتير دي كده. يعني أنا مكنتش متخيل إنها تبقى كويسة كده، مكنتش متخيل إن الموتور الفيجوري دوت يبقى محترم كده وناعم كده. كل حاجة في المكنة الله أكبر عليها، يعني شاسيه محترم، موتور محترم وناعم وجميل وهادي. مساعدين الله أكبر عليهم برضو كويسين. في ناس بتقول المساعدين ناشفين، لا يا باشا، المساعدين بيتظبطوا، وفي درجات المساعد تقدر تظبط بيها. ف مش لازم نضيق الدنيا. المكنة الله أكبر عليها تمام، وبدأت تثبت كفاءتها، وناس كتيرة بدأت تقتنع بيها بعد ما جربتها. لكن أول ما نزلت المكنة لا دي وحشة، ده أصل مش عارف فيها إيه وفيها حسوك إن المكنة دي مجمعينها من الزبالة. فالله أكبر عليها، هي مكنة الله أكبر عليها محترمة، بس محتاجة صيانة منك، محتاجة اهتمام منك، محتاجة سواقة محترمة منك، محتاجة إن أنت تحط لها زيت كويس، ما تحط الزيت تقيل وما تحط الزيت خفيف وترجع تشتكي من صوت الموتور. شوف المكنة بترتاح معاك مع زيت ايه محترم وتعامل معاه. وقلت هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن الزيوت، وربنا يقدم ما فيه الخير. وان شاء الله لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله مع قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.